السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مركز تدريب قناه الحراسه في دمنهور، معاك كابتن ابو نور. منورين يا جماعه يعني ومشرفينا على القناه، وشكرا لمتابعتكم لينا وشكرا لاهتمامكم بالقناه بتاعتنا. شكرا للناس الجميله جدا اللي بتتصل بينا تحاول ان هي تعرفنا ان احنا نعدل من الفيديوهات من الحاجات دي كلها. الناس دي خلي بالكم يا جماعه، انا بنبسط جدا لما بلاقي في حد يعني محتاج وخايف عليا وبيعرفني نعمل كذا ونعمل كذا. ده مش مزعلني والله، ده انا ليه الاحترام وليه التقدير عندي. تحياتي لكم كلكم. طبعا زي ما انتم عارفين احنا بنحاول بس نوصل المعلومه، بنحاول نفهم الحاجه صح. معلش في ناس بتبقى لها تفكير تاني ولا دماغ تانيه بتفهم بدماغها هو ليه الحريه الشخصيه. احنا مش هنيجي نعدل عليك، انت ليك الحريه الشخصيه، بس في ناس محتاجانا فعلا ان احنا نوصل لها المعلومه. في ناس محتاجانا الحمد لله مشت ورا كلامنا فعلا، والناس دي يعني نجحت في تربيه كلبها وربت وعملت مزارع وربت كلاب كتير، والكلاب ولدت عندها. الاخ اللي اتصل بيا امبارح وقال لي الكلبه بتاعتي اللي كانت عمرها ما شالت، ولما خد مني المعلومه انا خلي بالك ده شرف ليا لما انت تاخد مني معلومه لما الكلبه بتاعتك عمرها ما شالت، يعني سمع مني كلمتين وقلت له على علاج ايه العلاج اللي يمشي عليه بالظبط. الحمد لله كلبته شالت، ربنا يبارك له فيها يا رب. انا بنبسط جدا يا جماعه لما حد بيرن عليا، بس يكفيني كلمه شكر، يكفيني كلمه الله ينور، ده احنا مش عايزين اكتر من كده. النهارده يا جماعه هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهي المشكله اللي في ناس كتير بتعاني منها وبيجي لنا عليها تليفونات كتير. المشكله ديت يا جماعه بتاعت الجراوي الصغيره اللي هي بتخليك وانت داخل عندها، مثلا لما يكون عندك جرو او جروين وانت داخل وماشي في وسطهم كده، بتلاقي الجرو بيمسك في البنطلون بتاعك ويعض فيه ويتعلق فيه. طبعا الحاجات دي يا جماعه فعلا يعني بتزعلك انت، او بتخليك مثلا جسمك يشمئز منه لو انت اول مره تربي كلاب. الانياب بتاعت الجرو الصغير فعلا بتشك، فعلا ممكن تخرم الجسم، فعلا ممكن لو انت انطربت ونتشت ايدك او نتشت رجليك كده هيخربش جسمك. طبعا هي دي مشكله ماشي بالنسبه لك، بس طبعا احنا عشان اتعودنا على الحاجات ديت يعني ما بناخدش عنها، ما بندقش عليها شويه. احنا يا جماعه طبعا هنوريكم بس حاجه بسيطه خالص ازاي بس ان انت تخلي الجرو بتاعك لا ما اول ما يشوف رجليك داخله في الاوضه او المكان اللي هو فيه ما يجريش ورا رجليك شمال ويمين. طبعا زي ما احنا شايفين يا جماعه دي فيجي هنا عندنا جراوي صغيره، بس طبعا الجراوي الصغيره ديت يعني احنا يعني بنتحايل عليهم عشان هم يجوا علينا يمشوا، يجوا على ناحيتنا مثلا ويمسكوا في هدومنا. لا ما بيجوش ليه؟ لان احنا عودناهم من صغرهم على النظام ده. طيب تعالوا كده يا جماعه هنشوف كده الجراوي ده، هنحاول نلعبهم ونعرفكم نعمل معاهم ايه. طبعا يا جماعه اللي انتوا شايفينه ان انا بشاور للجراوي، مش عايزين يجوا لي خالص، مش عايزين يجوا عند رجليا خالص، لان هو خلاص بقى طبعي فيهم ان اي رجل حد يطلع هنا في المكان ده استحاله الجراوي